السلام عليكم. اليوم هنتوقع المتأهلين من دور المجموعات ديال كأس العرب للأندية الذي تقام بالسعودية وبنسخة جديدة باسم جديد كأس سلمان للأندية. بالليل ينغمض عيني يا صور جارك شوفها فرحة ولبن. قبل ما نبداو متنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلك اي جديد في قناة الرجاء العالمي. نبداو كأس العرب للأندية او كأس الملك سلمان للأندية. نبداو بالجروب A اللي كنتوقع فيه ان الترجي التونسي والاتحاد غادي يتأهلوا، ولكن تا الشرطة والصف قاسي يقدروا يديروا شي معجزة ويتأهلوا تاهم، ولكن انا كنتوقع الترجي والاتحاد. جروب بي كنتوقع فيه الهلال والسد القطري. الوداد ما عندهاش حظوظ للتأهل بعد غياب بزاف ديال اللاعبين بحال حسوني، ولكن احنا ماشي ساقنا فيهم. المهم كنتوقع الهلال والسد القطري. السد القطري بطل ديال الدوري القطري، والهلال زعيم اسيا. جروب سي واللي فيه الزمالك والشباب والنصر والاتحاد المنستيري. كنتوقع فيه المرشح الاول في دور المجموعات واللي هو النصر السعودي، اما الثاني فبين الزمالك. ما كاينش منازع من غير لي الشباب داروا شي معجزه وتأهلوا في بلاصه الزمالك. نمشيو للجروب ديال الرجاء واللي هو المجموعه دي اللي فيها شباب بلوزداد والرجاء الرياضي والكويت الكويتي والوحده ما دير والو، هي الكويت والكويتي. تقدر الوحده وشباب بلوزداد يضاربوا على الترشح الثاني، ولكن الرجاء مضمون للتأهل وديه.